هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أخواتي على قناتكم قناة الكوماندور. بصراحة امبارح كنت عم فكر شوي إنه هيك نغير فكرة القناة، فاللي عنده فكرة جديدة يبعث لي إياها على المواقع التواصل الاجتماعي اللي حتظهروني أمامكم على الشاشة، أو روابط دايركت على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابين تبعثوا لي عليه الرسائل اللي حتلاقوها بصندوق الوصف. ولا تنسوا بطريقكم تضغطوا وتروحوا تشوفوا قناة الببجي، إن شاء الله تعجبكم. لا تنسوا تحطوا لنا هنيك لايك والاشتراك، واللي ما اشترك هون بالقناة لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب وتفعلوا زر الاشعارات، تعطونا لايك من دول الحبشكلات اللي انتم بتعرفون. فالفيديو تبع اليوم هو ردة فعلي على اضخم المشاريع اللي اعلنتها السعودية او قررت تعملها السعودية او حتعملها السعودية او عملتها السعودية. فيعني عشان ما حدا يطلع لي هدول عرفتوها انتوا المبزرة، بطلعوا لي بالتعليقات اصلا لسه ما عملتها السعودية، اصلا هذا المشروع عمله السعودية. ترى الفيديو انا وصلني على الانستغرام من شخص عزيز على قلبي، شكرا لك على مشاركتك، وهي الصراحة يمكن اول مشاركة له على القناة، شكرا لك على مشاركتك اخي. ما قال اسمه صراحة ولكن شكرا لك على مشاركتك اخي السعودي. فهلا بنحسن نقول يا رب نشوف الفيديو مع بعض، نشوف الفيديو وبعدين علق وان شاء الله تعليقي يعجبكم. وهلا مثل ما انتم شايفين اخواتي، هاي بداية الفيديو، نشوف شو هي المشاريع في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل السعودية إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة. أعلنت المملكة عن عدة مشاريع لتطوير البلاد. أنا الصراحة يعني بداية مبشرة بالخير. نعرض لكم في هذا الفيديو أضخم المشاريع التي أعلن عنها في السعودية في سنة 2017. مثل ما انتم شايفين الفيديو قديم شوي، ولكن الصراحة يعني مشروع الطائف الجديد. لا بس قبل ما نبدأ بأول مشروع، ما أعلنت السعودية يمكن عن مشاريع بعدها، لأنه الشخص كتب لي إنه هذا الفيديو هو أجدد فيديو للمشاريع. وهو عبارة عن سلسلة مشاريع ضخمة بمدينة الطائف تمتد على مساحة 1250 كيلومتر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 1,000,000 نسمة. ما شاء الله. تشمل مشاريع عديدة، من بينها مطارا جديدا وميناء جافا، إضافة إلى واحة التقنية، سوق عكاظ التاريخية، وكورنيش السحاب. هلا أكثر شيء الصراحة من رؤية نظري أنا إنه بيفيد السعودية هو الميناء والمطار الجديد. هذا يعني عدد سفن أو طيارات حتصب بالسعودية أكثر أو حتطلع من السعودية أكثر، فلذلك سياح أكثر أو تجارة أكثر، يعني مصاري أكثر عم بتفوت على السعودية ومصاري عم تطلع من السعودية لتشتغل برا السعودية وبترجع تفوت بأرباحها للسعودية. عرفت كيف؟ صراحة ما بعرف يعني إذا أنتم فهمتوا من جبل اللي أنا حكيتها، ولكن أكيد فهمتوا أنتم شو المغزى. يعني إنه بالأول وبالأخير السعودية هي المستفادة من حيث المطارات، وهي أكثر شيء يعني الصراحة رح يفيد السعودية من رؤية نظري أنا أو بوجهة نظري. يعني شفت تاني شغلة حلو، مشروع الجدية، وهي أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في السعودية. ويقع المشروع على بعد 40 كيلومتر من وسط الرياض، ويمتد على مساحة 334 كيلومتر مربع، ما شاء الله. ويضم جبالا وأودية وإطلالة على الصحراء. هذا بقى واحد من أضخم المشاريع اللي ممكن أنت تحلم فيها كمواطن بمدينتك. ليش؟ مدينة كبيرة، الله الكبير، واسعة 300 وشوي كيلومتر مربع، ترى دام مساحة كبيرة، وعم بيقول لك تضم أجبال وأشجار ومدري شو، منازل وثقافة وألعاب وترفيه للأطفال. هاي الصراحة رح تستفاد منها الدولة والشعب كمان، الدولة والشعب. من المقرر البدء في تنفيذ أعمال مشروع مدينة الجدية في العام 2018 وافتتاح المرحلة الأولى للمدينة سنة 2022. مشروع بوابة الدرعية هو مشروع سياحي ثقافي حيوي ضخم يقام في مدينة الدرعية على مساحة 1,500,000 متر مربع. يضم أكبر متحف إسلامي في الشرق الأوسط. ما شاء الله، هذا أضخم مشروع لحد الآن سمعته، 1,500,000 كيلومتر مربع، ما شاء الله. وغير هيك إنه أكبر متحف إسلامي بالشرق الأوسط رح تفتحه السعودية أو تفتحه السعودية، يعني كيف؟ ويشمل مدينة طينية متكاملة تضم مكتبة الملك سلمان، إضافة إلى أسواق ومجمعات تجارية ومطاعم ومواقع احتفالات. من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2050.
هذا لانه مشاريع كبيرة، مشروع كبير. مشروع البحر الأحمر، والذي سيقام مشاريع. على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، على أكثر من 50 جزيرة بين مدينتي أملج والوجه، وبمساحة 34 ألف كيلومتر مربع شرق المملكة العربية السعودية، وذلك على بعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة. ما شاء الله. يتوقع وضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019. ما شاء الله. مشروع جدة داون تاون حلو. تشمل خطة هذا المشروع أنا سمعت عنه، هذا المشروع داون تاون. مشروع تطوير مناطق رئيسية تضم منطقة متاحف ومراكز للأنشطة الثقافية والاجتماعية، ومنطقة مركزية لأنشطة الأعمال والابتكار، ومنطقة للنشاطات التجارية والتسوق، ومنطقة للحدائق والمتنزهات الترفيهية. إضافة شوف ما شاء الله بالسعودية مدن مائية، بيقول لك بإيطاليا بس في مدينة مائية، لا ترى حبيبي شوفوا متع نظرك، حتى بالسعودية في مدينة مائية ترى. إلى منطقة الشاطئ والنشاطات البحرية ومرسى للقوارب واليخوت الخاصة. ومن المخطط أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع خلال الربع الأول للعام 2019. حلو. مشروع رؤى مكة، وهو أوه، صندوق ما شاء استثمارات الله. يهدف لتطوير مشاريع تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للحرم المكي، ايه اوكي، هاي هذا بإنشاء مشروع حلو. 9000 وحدة سكنية و70,000 غرفة فندقية، ما شاء الله. ليتم تسليم المشروع سنة 2024. ما شاء الله. هذا باكر مال ياخذوا حجاج مشروع أكتر. رؤى المدينة، وهي شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي لاستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة المنورة. حلو. يهدف المشروع لتوفير 80,000 غرفة فندقية، 500 وحدة سكنية، ما شاء إضافة الله. إلى مساحات شوف ستخصص شوف 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 المنظر اللي كان فايت، شوف ده جاب المنظر. إضافة إلى مساحات شوف المنظر، ستخصص شوف. للصلاة تتسع لأكثر من 200,000 مصل، شوف. وسيبدأ تشغيل المشروع عام ما 2023. شاء الله وكان. يعني شوف مشروع المشروع نيوم الأخير نيوم. هو منطقة خاصة عبارة عن وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب يا المملكة، الله. ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية بمساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع، ويهدف إلى توفير يا أفضل الله. سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه. حلو. وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لنيوم بحلول عام ما شاء 2025. الله. ترى كلها مشاريع رح تنتهي قريب، يعني ما في غير مشروع الجزيرة 2050. شباب أي من الجزيرة. هذه المشاريع هو الأروع في رأيك؟ صراحة مشروع مكة المكرمة، ومشروع تبع انه في مطارات زيادة، ومشروع اكبر مدينة ترفيه، ومشروع اكبر متحف اسلامي. الصراحة هدول 4 مشاريع كتير حبيتهم انا وكتير مهمين برأيي، وخاصة مشروع مكة المكرمة فرح ياخذوا حجاج اكتر، فيعني ان شاء الله ثواب اكبر واكثر. ولا مثل ما انتم شفتوا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتعطونا احلى لايك وكومنتات، وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتروحوا تتابعونا على قناة الببجي. واذا عندكم اي فيديوهات جديدة ابعتوا لي على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، الرابط رح تلاقوه بصندوق الوصف. وهلا بنحسن نقول في امان الله.